اما العراقيين فهم حساسين زياده عن اللزوم. نقول في قرار من الاتحاد الدولي يقول ممنوع اللعب في العراق. تدرون هل دول الخليج تقدر تروح ضد قرار الاتحاد الدولي؟ بيعاقبها وبيغربلها. ثانيا احنا مو بقلوبنا قويه مثل العراقيين. اللي شافوا قنبله قالوا ما عليه الا قنبله، شافوا سياره مفخخه قالوا ما عليه الا سياره. احنا ما نقول كذي، احنا نخاف ولا نخاطر بروحنا. وبعدين لاعبين هو عيال ناس من يوديهم في الضغبره والغربال. لا بس هم قالوا لك مش المنطقه اللي فيها بعد الشيء، هم قالوا ان هالمنطقه اللي بيودون اياها البصره ما فيها مشاكل. وكان يجون اللي في بغداد ويجون يسيرون علينا ويحطون لنا سياره ولا يحطون. لا نخاف. من اللي يمنعهم؟ ها اي من اللي يمنعهم؟ على العموم الامر عند رؤساء الاتحادات، هم اللي يقررون بيروحون لهم رايحين. والعراق بتنظم دورة الخليج، بتنظم بدون شك. اول الكويت وعقب قطر وعقب قطر هم. وان شاء الله تستقر الامور عندهم وتصير زينه. ايش هالعيله عليه؟ ما ياهم الدور. والله مشوره طيبه يا طول العمر. نعم والله مشوره طيبه. اي زين سؤال الشيخ، لو السنه الشهر بعد 3 شهور قرروا رؤساء الاتحادات قالوا البطوله في البصره، ويلا يا شيخ عيسى بتروح عشان تفتح معنا البطوله. لا ما اروح. افتتاح بطوله؟ شوف انا ريان مريض واحتاج الى عنايه طبيه دقيقه، ولا اروح بلد الا لازم فيه مستشفيات واطباء دقيقين. حتى لو جرى شيء المستشفى موجود. في البصره وين المستشفيات الكبيره ولا الدكاتره الاخصائيين؟ لو يجي قلبي بس ما اقدر. لا بس الشيخ لا، ترى البصره فيها مستشفيات، احنا دكاتره عندنا دكاترتهم زينين، عندهم الاجهزه فيها تطور. انا اكلمك بصراحه الشيخ، انت ما رحت عشان شيء ما شفت، انت بس تسمع الظاهر. ما ولا حد بيقول عقب 3 اشهر لين ينتهي قرار الاتحاد الدولي. اذا يقدرون يلغون قرار الاتحاد الدولي هذا شيء ثاني. زين يمكن باكر الاتحاد الدولي يقول لك خلاص العراق مسموح انه يلعبون فيها. باكر. وين باكر؟ ما تدري. كايب لا ترهني وقلنا له. انا اللي سولفت وياه. قال ما في امل. ايش قلت له؟ قلت له ان العراق يا ابو قال رئيس الوفد العراقي كلمني بعد، وانا اللجنه التنفيذيه في الاتحاد الدولي بتنظر في الموضوع. بس هو ايش رايه هو يعني؟ هو ايش رايه؟ ما قال. بس ايش حسيت من كلامه؟ نعم؟ ايش حسيت انت من كلامه؟ والله حسيت من كلامه انه يقص علي. طويل العمر الشيخ طلال عنده مزرعه على الحدود. وين؟ عنده مزرعه على الحدود في العبدلي. ايه؟ تبعد عن الملعب حوالي 30 كيلو. إيه؟ يعني اذا صارت البطوله هناك نقعد عند ابو مشعل في المزرعه بالكويت ونروح إيه؟ الملعب ونرجع. يا هاي مزرعه بيودي. لا لا هليكوبتر، هليكوبتر. الحين احنا شوي ننتقل حق زياراتك اللي تروح يمين ويسار شوي. وين؟ الزيارات